الدكتورة مايا صبحي المتخصصة في الفكر الماسوني وتأثيراته المهتمة بدراسة ظواهر الطاقة غير الملموسة. النهاردة كنا هنتكلم على موضوع أو الموضوع الرئيسي تحالة النهاردة السيطرة على العقول. ايه موضوع السيطرة على العقول ده يا دكتورة؟ مساء الخير الأول. مساء الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. هو اسمح لي طبعا حضرتك يعني نتيجة للظروف اللي هي بتاعت النهاردة يعني هبتدي الكلام بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عشان نفكر الناس إن أساس رسالات الله كلها هي الرحمة، وهي التقوى الله ومصلحة الخلق جميعا والخير لخلق الله جميعا والعلم النافع والعمل الصالح. دي أساس شرائع الله، ده أساس اللي ربنا ارتضاه لخلقه، العامل على الخير للناس، العامل على إصلاح البشرية بصورة عامة. فأنا أحب أفكر الناس إن ده أساس شريعة الله، والخير للمؤمن والكافر طالما الكافر ما اعتداش حتى عليك، الخير للمؤمن والكافر. دي أساس شرائع الله في الأرض. لكل ما نتحدث باسم أي دين أو أي تكفير حد أو أي كذا عليه إنه يرجع لسيدنا رسول الله المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام، أول مؤسس للدولة المدنية بمعناها الحديث. الرسول عليه الصلاة والسلام أول مؤسس للدولة المدنية. فارجعوا لسنته، ارجعوا لقول الإمام المراغي إن حيث توجد مصلحة العباد توجد الشريعة. مصلحة العباد لم يحدد المؤمن من الكافر، لأن دوت ربنا اللي بيحاسب وليس الخلق. ربنا لم يجعل وسيط له في الأرض، ما عندهاش توكيل لحد. فعلينا ان احنا نتذكر الرحمه اللي جت بيها الاديان، وعلينا نتذكر ان الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام قال جئت لأتمم مكارم الاخلاق. فحسن الخلق ومكارم الاخلاق والخير للعباد هو اساس الشريعه لكل من يتحدث باسم الله او باسم اي دين، سواء يعني كل الاديان جميعها وليس الاسلام فقط، لان كلها جاءت من اله واحد، والاله الواحد ده هو الذات العليا الخيره اللي ارادت الخير للخلق جميعا. فالنهارده هنبتدي في موضوعنا بموضوع مهم جدا جدا جدا، وخاصة ان احنا دلوقتي يعني واقعين تحت وطئته، اللي هو موضوع السيطرة على العقول. السيطرة على العقول يعني عايزة اقول في الاول زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت، انا نوهت عن حاجة اسمها الحرب الشبحية. الحرب الشبحية يعني ايه؟ الحرب الشبحية دي ان دلوقتي احنا في مخطط على المنطقة. المخطط دوت بيتم التمهيد له من سنين طويلة جدا. فلما تم في العراق وافغانستان، لما تمت المواجهه العسكريه الكامله، حصل خسائر كتير جدا. يعني انا اتذكر مثلا في حرب العراق في المرحله الاولى كانت الخسائر في بدايه المرحله الاولى من الحرب تعدت ال3 تريليون دولار. ده غير بقى البلاك بادجت اللي جوه للعصابات المسلحه اللي جوه، يعني التمويل الاسود اللي جوه وكذا وكذا. ففي تكنيك تاني خالص اتعمل لتكميل مرحله الشرق الاوسط الكبير في المنطقه، وبخاصة بقى الدولة الأم اللي هي الدولة المركزية اللي هي مصر. لكل المتابع المخطط والناس كلها دلوقتي يعني بقى من الصعب جدا ان حد ينكر المخطط اللي هو ماشي، يعني انا اسفه انا اقول زي السكين في الزبده في الشرق الاوسط. لكن كل اللي عنده فكره عن المخطط عارف ان هو اتوضع له ان في 7 دول هيتم اختراقها عسكريا. حصل منها ليبيا وسوريا القادمة، وبعد كده بيتجهز للجزائر، والجزائر دلوقتي بتتحاصر عن طريق مالي، وبتتحاصر ومحاصرة اوريدي عن طريق ليبيا والقواعد اللي اتعملت في المنطقة الغربية. لكن مصر اتعمل لها تخطيط تاني خالص، نتيجة لأن مصر دلوقتي المراقب للوضع هيلاقي ان احنا كان عندنا 3 جيوش أساسية في المنطقة العربية زي ما الناس كلها عارفة. أكبر قوة نظامية كجيش نظامي مؤسسة عسكرية هي الجيش المصري، كان يليها العراقي ويليها السوري. فأنت دلوقتي خلاص العراقي انتهى، أنت عندك دلوقتي سوريا خلاص تم تفكيكه وضربه من الداخل. الجيش المصري بيتم تفكيكه من قبل الثورة، والكلام ده مثبت بحاجات كتير جدا. لكن في نفس الوقت معلش أنا اسمح لي أن أنا أحيي المؤسسة العسكرية اللي فضلت صامدة لغاية دلوقتي. وللأسف إن ناس كتير اللي بيشوفوا الأمور من السطح مش فاهمين أي حاجة من اللي بتتم في الداخل، ولا كم الصعوبة اللي بيتم في البلد، ولا البلد مخترقة قد إيه، ولا معنى إن الحرب الشبحية اللي بتتم على مصر ديت يعني بتدور رحاها بمليون طريقة بتكمل بعضها. مفهوم الحرب الشبحية ده مفهوم أصلا عسكري متعارف عليه، مش كناية أو استعارة. بتشمل إن أنت بتكون زارع في الدول خلايا متعددة، خلايا نائمة وخلايا فاعلة.
بتكون بتستخدم كل قدراتك التجسسيه وكل العماله عندك في داخل الدول، زائد ان انت بتوظف بقى يعني مراكز معينه تبتدي في التجنيد في الداخل، زائد ان انت برضو تدرب على امور معينه، زائد ان انت تستغل مواضيع انت بتدرس قبليها تماما ايه طريقه تفكير الشعب دوت، ايه ميوله، ايه كذا، ايه الحاجات الحساسه عنده، ايه الحاجات اللي انت ممكن تسيطر بيها عليها، ايه كذا. زائد ان انت بتدخل يعني في مفهوم الحرب الشبحيه اللي دايره على مصر واحنا لمسناها كلنا، ان انت بتدوب له الحدود، تفضل عامل له حاله انهاك داخلي كامل. اوكي؟ يعني انت بتنهك له القوى الامنيه، بتنهك له مخترق حدوده، بتعمل له اغراق بالسلاح والمخدرات، بتعمل له تجنيد، والتجنيد اللي حصل عندنا دوت، والتجنيد مثلا استغلال مشاكل البلد، في ان مثلا عندنا مثلا الشوارع، عندنا كذا. الاستغلال ده اللي حاصل ده كان من فتره. كيفيه السيطره على النوعيات دي انك انت تستخدم مشاكل البلد انك انت هي اللي تهاجم البلد، ضرب الشعب ببعضه، منه فيه ضرب الشعب ببعضه. فضل كده بقى زي ما قلنا، انت بتوقع البلد اقتصاديا، بتخترق الحدود، بتعمل حاله انهاك كامل، بتستغل الخلايا النائمه والخلايا الفاعله، بتدرب، بتجند، بتعمل اوكي. زائد ان انت عندك كمان اعلام مسيطر. يعني احنا بقى هناخد بقى من فكره الحرب الشبحيه دي، نطلع منها بجزئيه اللي هي اسمها السيطره على العقول وغسيل المخ واعاده البرمجه. بداية عايزة أقول للناس حاجة، إن يعني هي دي الحرب دلوقتي السيطرة على العقول أحد أدوات الحرب الشبحية. بالظبط. الحرب الشبحية تاني نقول إن النهارده الحرب الشبحية دلوقتي الخلايا النايمة والخلايا الفاعلة المتحركة، إن أنا بستغل مشاكل البلد. أيوة. بستغل البطالة، بعمل تجنيد، بعمل وفي الرزق، وبعمل بقى الحرب. بس برضو عايزة أنبه لحاجة، إن في الحرب الحالية الحرب الغير منظورة أكتر كارثية من الحرب الملموسة. يعني المواجهات العسكرية لا تعد أي شيء بالنسبة للحرب ما عادش لها قيمة دلوقتي الغير منظورة. ليه؟ لأنك أنت الحرب الغير منظورة خلاص بتهزمك داخليا، بتقضي عليك. فبيبقى بعد كده الدخول بقى بحرب ملموسة أو مواجهة عسكرية بيعتبر إيه؟ لا شيء. داخل يشطب، اللي هو يعني داخل بيخلص خلاص. لا داعي ليه. فاحنا دلوقتي هنتكلم يعني بصورة عامة، وبعدين هنتكلم بقى في حاجات تختص بمصر واتلمست الفترة اللي فاتت، وحاجات الناس يعني كان لا يمكن تتخيلها ان هي وصلت للمراحل ده بالشبحية ولا العقلية؟ لا، في الحرب بقى اللي احنا هندخل في موضوعنا اللي هو السيطرة العقلية والعمليات غسيل المخ وإعادة البرمجة. فدلوقتي احنا بداية الشق دوت اللي احنا هنتكلم فيه في حاجتين، اللي هو عمليات التفكيك الذهني ببرامج ومتخصصين وكذا، عمليات تجرى للتفكيك الذهني كاملة بدون أسلحة تقنية. دي داخل فيها بقى كذا حاجة هتكلم فيها يعني، بس أنا عشان أفهم الناس الأول إن الشق الأولاني هو عمليات التفكيك الذهني وإعادة البرمجة والسيطرة العقلية بدون تقنيات تسليحية. هل ده على عينات مختارة ولا على شعب؟ لا، ده على شعب. على شعب كله. وممكن يتم على عينات مختارة. بيتم داخل بقى أجهزة المخابرات أو أماكن التجنيد. ما أنا يعني إيه هفصلها عشان الناس تفهم. ده شق. الشق الثاني مبني على تقنيات حديثة حصل لها تطور كارثي، هنتكلم عنها، وأرجو إن يبقى في وقت متاح ليها، لأني نفسي إن أنا أقولها إن شاء الله النهاردة. معنا وقتنا خالص بإذن الله. الجزء الأولاني اللي هي عمليات التفكيك النفسي داخل فيها إيه بقى؟ أولا دي مجند ليها، لازم نعرف إن دي مجند ليها جيش كامل من العسكريين، الأطباء النفسيين، جيش كامل من الباحثين، من الإعلام. هي يدخل فيها بقى الإعلام، يدخل فيها التلفزيون، يدخل فيها القنوات التي تم إنشائها خصيصا للسيطرة على العقول داخل الدول اللي هيتم اختراقها. يعني في قنوات أنشأت خصيصا لهذه المرحلة، وإحنا مش عارفين هي منشأة من فترة، بس هو كان المقصود بيها الوصول لهذه المرحلة. لدرجة أن القنوات دي دون ذكر أسماء تم تمويلها إن هي تعد جواها، وده مثبت، بس انا مش عايزه ان انا يعني ابقى بهاجم اسامي بعينها. اوكي، تم تمويلها بحيث انها تنشئ استوديوهات داخليه مماثله للدول اللي تم اختراقها، زي مثلا باب العزيه في ليبيا. القناه دي تم انشاء استوديو كامل، وكشفنا الموضوع دوت. اوكي، لباب العزيه في ليبيا. تم انشاء استوديو كامل لباب عمرو في سوريا. انت بتتكلمي على الجزيره يعني؟
ما انا مش عايزه يعني، انا مش عايزه لا، بس في غيرها كتير يعني. احنا خلصنا هي دي بس دي يعني تم انشاء استوديوهات كامله. شيل الصوره دي يا اميره بقى. فبقول ان البرانش اللي هو بتاع الشق اللي احنا بنتكلم فيه بتاع السيطره على العقول، بيتكلم في النقطه اللي هنتكلم عليها عمليات التفكيك الذهني والبرمجه اللي هي بدون استخدام تقنيات، وبتتم ازاي، لان داخل فيها اعلام كامل. انا مش عايزه اضيع وقت مثلا كبير في الاعلام، لان كلنا بقينا عارفين ان سواء انك انت بتجند اعلاميين معمولين مخصوص ان هم يفضلوا يشحنوا، يعني يتعاملوا على العواطف، ان انت تتعامل مع شحن الناس وتتعامل مع اثاره الغضب، وبعدين تبتدي ان انت توجه الغضب ده بصوره غير محسوسه. تعمل على تغييب الحقائق، تعمل على، وده على فكره من احد التقنيات، ان انت بتحسن العمل القبيح. يعني تبتدي تكتر في العمل القبيح مثلا في الاعلام، بحيث ترسخ الاقوال القبيحه بالنسبه للناس. وترسخ للناس انك انت تيجي على مفهوم خاطئ وتبص تلاقي الغالبيه بتؤيد المفهوم ده. وده من احد عمليات البرمجه الذاتيه للمشاهد، ان انت تبتدي تحس ان انت ده هو ده الصح بالفتره. بتكرار الكذبه. هنتدخل في الموضوع دوت يعني، بس انا عايزه بس ارتب في النقطه اللي هي التفكيك الذهني. داخل فيها مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي دي اللي عملتها اساسا بصرف النظر ان مش عارفه منشئ فيسبوك كذا، منشئ سكايب كذا، تويتر بتاع، كل المواقع دي اللي دايرها بالاساس واللي مولها في الاساس الاي ان اس اللي هي وكاله الامن